ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد من مطبخ بسمة وليد. تعالوا بينا نعمل فطاير البطاطس. طبعا انتوا عارفين ان احنا بنعشق البطاطس وبنحب نعملها بجميع انواعها واشكالها. تعالوا النهارده هنعملها مع بعض بطريقه مختلفه حلوه جدا، تنفع معاكي في الفطار وتنفع معاكي في العشاء، وتنفع قوي ان انت تديها للولاد معاهم الصبح في اللانش بوكس. حلوه قوي، عايزه اقولك مقرمشه جدا من بره وطريه وخفيفه جدا من جوه. عامله غلاف حلو قوي، تحسيها كده عامله زي البرجر، عامله زي الفراخ اللي تشيك. حلوه جدا. عايزه اقولك انها حلوه وسهله وبسيطه ومش مكلفه عليكي جدا، وتقدري تحشيها كمان زي ما انت عايزه تحشيها لحمه مفرومه ماشي، عايزه تحشيها دجاج مفروم مفيش مشكله، عايزه تحشيها جبن لو الولاد غاويه الجبن وبتحب الجبن. بس انا المره دي حبيت اعملها لك بطريقه اقتصاديه وبطريقه سهله وبسيطه وما كلفش الدنيا عليكم. لو وصلت لحد هنا اتمنى تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي السهله والبسيطه واللي على قد الايد. ولو اول مره تتفرجي عليا، انا بسمة وليد بقدم لك سلسله من الفيديوهات اتمنى انها تعجبكم. تعالوا بقى بينا نشوف مكوناتنا ايه عشان نعمل الفطاير الجميله اللي احنا شايفينها قدامنا دي. معايا هنا كيلو من البطاطس، قطعته حلقات وحطيته فيه شويه ميه سخنه وسلقتها عادي خالص وذره ملح. انا قطعت البطاطس هنا شرايح او مكعبات عادي، المهم ان انا عايزه البطاطس بتاعتي تتسلق كويس جدا، تتسلق سليق جامد مش سليق عادي زي ما انت شايفه كده بالظبط. بتتكي عليها بتلاقيها بتتقطع معاكي او مستويه زي ما انت شايفه كده بالظبط. هبدا ان انا اشيل البطاطس بتاعتي واحطها في بوله واهرسها. هتهرسيها هتهرسيها هرس كويس. انا طبعا يعني مش عايزاها برو او مهروسه جدا، لو فيها حتت مفيش مشكله، بس اهم حاجه ان انت تهرسيها كويس زي ما انت شايفه كده. ههرس البطاطس اللي معايا كلها. الكميه اللي معايا دي بالظبط كان كيلو من البطاطس. عايزه تقللي الكميه براحتك، عايزه تعملي تكتري الكميه مفيش مشكله. انا هقولك مقادير الكيلو البطاطس بيعمل ايه بالظبط. هنا انا كده هرست البطاطس كويس. تعالوا بقى نشوف هنحط على البطاطس بتاعتنا ايه. هنحط معلقتين كبار من النشا، يبقى كيلو البطاطس عليه معلقتين كبار من النشا. وهبدأ اتبل ملح، فلفل اسود، كمون، كزبرة ناشفة. مش عايزة منك اكتر من كده، وما تحطيش على البطاطس اكتر من كده. لو بتحبيها سبايسي يبقى تحطي سنة شطة، انا ما حطيتش هنا شطة عشان الولاد. يبقى ملح، كمون، فلفل اسود، كزبرة ناشفة بس. وههرسها تاني بالنشا وبالتوابل اللي انا حطيتها. وبعد كده هبدأ اكورها كورة كده تبقى يدوبك قد الليمونة او قد الاسفندية الصغير. اهم حاجة نهرسها كويس ونتوه فيها النشا والتوابل اللي معانا. وفي الخطوة دي عايزاكي تدوقي الحدق بتاعها وتشوفي حدقها مظبوط ولا لا، تزودي ملح او تقللي براحتك. اهم حاجه ان تبقى البطاطس الحدق بتاعها مظبوط معاكي. وهنبدا نكورها زي ما انتم شايفين كده بالظبط. قلت زي ما قلت لكم قد الليمونه الكبيره شويه او قد الاسفنجيه. المهم ان ايدك تبقى ماليه قبضه ايدك كده وما تقفلش ايدك عليها عشان يبقى حجمها معاكي كويس زي ما انتم شايفين كده بالظبط. بتكوريها وتحطيها في طبق يا دوبك تتشمع بس لمده دقيقه او دقيقتين. حلوة جدا، عايزة اقولك طعمها حلو قوي. لو جربتيها بالطريقة دي بجد مش هتبطلي تعمليها كده. بتبقى مقرمشة كده ومن جوه طعمها خطير. شايفين بقى في الخطوة دي انا هنا بوريكم ان انت تقدري تحشيها من جوه، تحطي جبنة، تحطي فراخ مفرومة، تحطي لحمة مفرومة، تحشيها خضار، اي حاجة انت عايزة تحشيها بقى تقدري تحشيها. بس انا حبيت المرة دي اعملها لكم بطريقة اقتصادية وسهلة وبسيطة شوية. هنا بقى انا بتك عليها ابططها وبلفها على ايدي كده اعملها زي العجله بالظبط. عايزه اعمل لها، مش عايزه الحرف بتاعها يبقى رفيع، انا عايزه الحرف بتاعها تخين. فانت هتعمليها زي العجله كده بالظبط زي ما انت شايفه كده بالظبط. هتبرميها وتلفيها كده على ايدك. شايفين؟
انا عايزه السمك ده بالظبط، ما ترقيش عن كده ولا تعملي حاجه اقل من كده. واهم حاجه في البطاطس هنا الخطوه بتاعه التحمير، اهم حاجه الخطوه اللي جايه. انت بتبططيها كده نص تبطيطه وبتعملي لها حرف كده زي العجله بالظبط، ما ترقيش الحرف عشان ما تحرقش منك في الطاسه وانت بتحمريها. شايفين انا بعمل ايه؟ اهم حاجه الخطوه دي، ما تخليش الحرف بتاعها رفيع. الحرف هيحروق منك في التحمير وهينشف لو الحرف بتاعها رفيع. فانا عشان كده بلفها على ايدي زي العجله زي ما انت شايفه كده بالظبط. كده انا كنت عملت الكميه كلها. هتدخليها في التلاجة لمده دقيقتين 2 تتشمع بس قبل التحمير. وتعالوا نشوف بقى احنا هنحمر ازاي. انا مش عايزاكي تملي الطاسه زيت، انا عايزه يا دوبك 4-5 معالق زيت في ارضيه الطاسه بالكتير خالص. ويكون معاكي طاسه تيفال او طاسه ما بتلزقش، وتبداي تحطي فيها البطاطس. انت شايفه هنا البطاطس الزيت مش مغطي حتى الحرف من فوق، يا دوبك يعني القعر بتاع البطاطس بس طايلها الزيت. فانا مش عايزاك تكتري الزيت، لان لو كترت الزيت في الخطوه دي هتحروق منك وهتنشف وممكن تفك منك خالص في قلب الزيت. فاهم حاجه الخطوه بتاعت التسويه بتاعت البطاطس. بعد كده هبدأ، مش هتيجي يمها خالص ولا هتقلبيها الا ما تتشمع من تحت. اما تحس انها بدأت تاخد لون من تحت هتبدأي تقلبي البطاطس زي ما انت شايفة كده. هقلبها تتشمع على الناحية التانية. الخطوات دي اللي بتخلي البطاطس معاكي مقرمشة من بره وطرية وحلوة جدا من جوه. زي ما انت شايفة كده كل ناحية من البطاطس هنديها 2-3 لحد ما تتشمع. ما تسيبهاش لما تاخد لون خالص، لان لو خدت لون خالص هتحروق منك وهتنشف وهيبقى طعمها مش حلو. فاهم حاجة الخطوات في التحمير دي. وانتوا بتتفرجوا عليا يا حبايبي حطوا لايك وشجعوني عشان اقدم لكم سلسلة من الفيديوهات كتير، واجيب لكم فيديوهات سهلة وبسيطة زي اللي بقدمها لكم. وما تنسونيش في الكومنت بتاعكم الجميل اللي بيشجعني. زي ما انتم شايفين كده بدي على كل وش 2-3 لحد ما يتحمر، وتدي بقى اللون اللي انت عايزه تغمقي اللون شويه مفيش مشكله، عايزه اللون شايفين بتاخد لون تحفه حلوه جدا مقرمشه جدا من بره، خطيره. الفطاير دي تحفه تحفه بجد، حلوه في العشاء وحلوه في الفطار وحلوه للولاد زي ما قلتلك في اللانش بوكس. وانتوا عارفين ان البطاطس احنا بنعشق البطاطس وبنحبها بصوا بجميع الطرق بتاعتها. دي كانت طاسة تانية هعرفك برضو زي نفس الخطوات لحد ما تخلصي الكمية اللي معاكي كلها. ما تسيبهاش تاخد لون من تحت مرة واحدة وترجعي تقلبيها على الناحية التانية وتاخد لون نهائي، لا، انت لازم تقلبيها 3-4 مرات كده لحد ما تاخد لون حلو في الغلاف بتاعها من بره زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وطالما اتشمعت من الناحيتين هتقلبيها براحتك، مش هتخافي في تقليبها. والزيت ما تكتريهوش عن كده. دي خطوات نجاح فطاير البطاطس معاكي. ما شاء الله اللهم بارك، تحفة حلوة جدا وسهلة وبسيطة ومقرمشة. انا عايزة اقولك خطيرة، انا عندي الولاد بيتهبلوا عليها. شايفين الجمال؟ واخدة لون حلو قوي وسهلة جدا مش مكلفة، وبطاطس حلوة 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 بجد. واللي بيحب البطاطس هيحبها قوي. وشايفين مقرمشه من بره جدا ومن جوه طريه وجميله. وزي ما قلتلك لو حابه تحشيها احشيها براحتك، الحشوه اللي انت عايزه تحشيها فيها هتبقى جميله وتحفه اكتر. لو وصلت لحد هنا اتمنى تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي السهله والبسيطه.